السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السرور، يا صباح القشطة، يا صباح كل حاجة حلوة. حبايب قلبي، حبايبي حبايبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، بناتي المحترمين وأولادي. معلش يا حبايبي ان انا ما بعملش فيديوهات، انتوا عارفين احنا في شهر رمضان، فاحنا مش عايزين نشيل نفسنا ذنوب، فلازم الشهر ده لقيام الليل، لقراية القرآن، للتسابيح، لكل حاجة حلوة. فاحنا يعني أنا عن نفسي مش عايزة أضيع في أي وقت. فيا حبايب قلبي، محدش يزعل مني، وكل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين. ده شهر بيجي من السنة للسنة، يا من ضمانها اليوم اللي بيعدي فيه ما بيرجعش يا حبايب قلبي. صلتوا على النبي وقال عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم ويستركم دنيا وآخرة، وكون رمضان كريم يا حبايبي، ويصلح حال العباد والبلاد ويرخي قوت المسلمين يا رب، وينصر شعب فلسطين وغزة، وينصر جميع الدول العربية، مصرنا الحبيبة، وكل سنة والأمة العربية والأمة المصرية وجميع الدول بخير وبصحة وبسعادة. طبعا يا حبايب قلبي، انتوا عارفين ان انا بحب ام طارق قد ايه. بحبها بصراحة، بحبها لان ام طارق على الله. يعني هي طيبة طيبة من جواها، الطيبة يتكلموا بقى يقولوا يعيدوا، انا بحب ام طارق. طبعا يا حبايب قلبي، اول يوم رمضان طبعا انتوا عارفين الشعب المصري ما بيخلاش من المحشي المحشي والبط. فهي كانت عاملة سفرة جميلة، طبعا تسلم ايدك يا ام طارق، تسلم ايدك يا ام طارق، وعم تسوقي الطيب، والناس المحترمين دول ومتابعينها المحترمين. طبعا انتوا عارفين ام طارق يا حبايب قلبي، كل حاجة بتطلع من ايدها حلو. هي صدقت لما قالت سنة أولى مطبخ، سنة أولى جواز. الشطورة اللهلوبة، طبعا حاجتها جميلة والله العظيم يا جماعة. هي بتعمل حاجتها بالفطرة كده، يعني بالطيبة بالمحبة بالرضا. فأنا عشان كده أنا بحب أم طارق، أقسم بالله أنا بحبها، وبحب ابنها وبنتها، وبحب عم سودي بصراحة راجل طيب من الزمن الجميل. يعني راجل بمعنى الكلمة، يعني راجل ايه يا جماعة، ما عندوش لف ولا دوران. الطيبة في قلبه، أي حاجة بتفرحه الناس دي يا جماعة، أي حاجة بتفرحهم. طبعا يا جماعة الخير، أنا بعز أم طارق وبحبها، وكل حاجة بتعملها من إيدك حلوة، وكل سنة وأنت طيبة يا أم طارق، أكلك جميل وكل حاجة حلوة بتعملها جميلة. طبعا يا جماعة الخير، أنا في كومنت مكتوب لي باين على فيديو كنت عاملاه بقالي كام يوم، فبتقول لي اتكلم على شهر رمضان وايام زمان وكده. حبايب قلبي، ايام زمان عمرها ما تتعوض. هو شهر رمضان هو شهر رمضان، بس هو العادات والتقاليد هتفضل على طول لحد يوم الموقف العظيم، يعني هتفضل لحد ما نموت. بس هو اللي بيفرق يا جماعة الايام والغلا والعيشة اللي احنا عايشينها. طبعا زمان كان في محبة، كان في رضا، كان في الناس العائلات كلها بتتجمع على طبلية واحدة. ده أساس يا جماعة. كانت الحاجة رخيصة، يعني شهر رمضان كان يجي زمان كانت حاجة رخيصة. كنا احنا واحنا صغيرين كده لما كان يجي شهر رمضان، ولا كان في تلاجة ولا كان في بوتاجاز ما كانش في الحاجات دي خالص. يعني ما كانش في حاجة حتى تتلج. أيام ما كان بيبقى في بطيخ، ما كانش في حاجة تتلج البطيخ. كنا نخرط البطيخة كده ونحطها كده، ونغطيها كده بفرطة كده بيضة، عشان خاطر هي تتلج بقى، تتلج منها لنفسها. يعني ما كانش فيه فعلا تلاجات ولا في حاجة، بس كان فيه ود، كان فيه رحمة، كان فيه محبة. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ايوه دلوقتي، والناس كانت تدي لبعضيها، يعني المليان يكب على الفاضي، والجار يحس بجاره، والاخ يحس باخوه، والاخت تحس باختها، ويحس بالخيلة وبالعمة وباللمة. ده كان شهر رمضان زمان. دلوقتي الناس يا حبايب قلبي، الحاجة غالية، يقول لك احنا هنعمل عزومة، طب ما تصرف الشيء الفلاني، كل واحد يبقى قاعد في مكانه. عرفت يا حبايب قلبي؟ وهو شهر رمضان للخير واليمن والبركات، والله العظيم يا حبايب قلبي، اقسم بالله لو عملت اكل بيقعد، يعني بيرقد، يعني ايه، يعني تغرف الاكل وتبص تلاقي سبحان الله بركة الدنيا فيه. يعني البركة كلها انت بتغرفيه وتكبيه في الحل اكنك ما حدش كل. ايوه والله العظيم، بس سبحان الله يا جماعة الخير،
مش كان بيقول لك يا بركة رمضان خليكي في الدار بتملى الدار عمر. بس بص يا حبايب قلبي، اللي بيفطر صايم بياخد الأجر والثواب على قد ما تقدر يا حبايب قلبي. فطروا، اللي هيطلع من عندكم مش هيضركم. لو فاض أكل تاني يوم وانتم مش عايزينه في علب كده وغلفوه، شوفوا أي حد مسكين، أي حد غلبان ادوهله. ياما ناس كتيرة تعبانة يا حبايب قلبي، ياما ناس كتيرة تعبانة. فيا حبايب قلبي، وبعدين انا بقول لكم شهر رمضان ما هوش للاكل والشرب. ده شهر رمضان ده لقرايه القران وللذكر وللتسابيح وللصلاه والعباده وقيام الليل وصلاه الفجر وصلاه التراويح. اهم حاجه يا حبايب قلبي يكون ربنا راضي عننا وربنا يقبلنا، لان الشهر ده اصلا اللي بيعدي مش جاي يا جماعه، اليوم منه ما بيجيش. ياما ناس كتيره ابص لها الاقيها فتره بس تعجب عليهم. طبعا في مرضى، في لا يا جماعة الخير دول بيطلعوا اللي لا، في شباب كتيرة بص الآن بيبقى ماشية كده فترة في الشارع وما فيهمش حاجة، ربنا يهديهم. بس يا حبايب قلبي والله العظيم يعني شهر بيجي من السنة للسنة ما يتعوضش خالص. فلازم نبقى نحاسب على نفسنا في أي كلمة بنطلعها، في أي لفظ نطلعه، نعمل أي حاجة حلوة ترضي ربنا يا جماعة الخير. يعني كل حاجة تبقى محسوبة لنا. ربنا يوعدكم كده بليلة القدر، بليلة القدر إن شاء الله ربنا يوعدكم بليلة القدر. معلش يا جماعة أنا بتكلم برضو وأنا تعبانة. ادعوا لي كده يا ربنا يشفيني ويوقف لنا كده أولاد الحلال ويرزقنا برزق الأولاد دول يا جماعة الخير. ادعوا لي كده ان ربنا يرزقنا بالشهر الكريم دي، حنن قلوب الرحمة كده علينا وحنن الناس الحلوة علينا، وربنا يرزقها ويفكها من عنده ويرزق الناس كلها يا جماعة الخير. حبايب قلبي وولاد المحترمين يا رب ما تحرم منكم. انا على قد ما بقدر انا مش عايزه يا جماعه اسجل فيديوهات، لان انا يعني زي ما اكون احتكاف، انا محتكفه كده في شهر رمضان. بس انا فتحت لايف بفتح عشان القناه بس ما تقحش. وحبايب قلبي يا رب تفرحوا وتتهنوا وتصوموا وتصحوا صيام جميل يا جماعة الخير، والجو حلو يعني مش كده اللي هو. وبعد كده برضه بعمل لكم ممكن لو فتحت لايف اتكلم فيه على ايام زمان والصيام والقيام. وبصراحة يعني الواحد فرحان فرحان بشهر رمضان. يا ريت يبقى كل السنة رمضان، يا رب يبقى كل السنة رمضان. ويا جماعة الخير اللي قادر يدي حاجة يديها، مفيش حاجة هتنقص من مالكم أبدا، والله ما في حاجة هتنقص من مالكم. اللي ربنا يقدر على حاجة يديها، اللي ربنا يقدره على أي حاجة. راعوا الأيتام، راعوا الغلابة، راعوا الأرامل، راعوا المرضى، راعوا الجيران، راعوا المساكين يا حبايب قلبي. وكل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين ويجعلكم من عوادنا، ورمضان كريم يا حبايب قلبي عليكم وعلى أهل بيتكم وولاد المحترمين من جميع الدول العربية. انتوا محترمين، انتوا تشتغلوا على الراس. بالله عليكم ما تنسانا في اللايك والكومنت الحلو منكم كده، يا عسلات يا شربطات في الكوبايات. وحبايب قلبي ما تحرمش منكم، ويا رب يجعل كل حاجة حلوة في حياتكم ويصلح حالكم ويروق بالكم ويصلح حال العباد والبلاد، اللهم امين يا رب. بدعي لكم من غير اي حاجة، اقسم بالله انا بدعي لكم ليل ونهار، وينصر شعب فلسطين وغزة ومصرنا الحبيبة